الاتحاد المصري لكرة القدم بيجرسنا عالميا، مش عارف يعمل ايه في حالة ان لاعب لجأ للمحكمة في موضوع حصل داخل الملعب. بيبعت للفيفا طبعا موضوع حسين شحات والشيبي، عارفين طبعا ان حسين شحات ضرب الشيبي بالقلم في الملعب. طيب بعت للفيفا بيقول له ايه الحالات اللي ممكن اللاعب يرفع فيها قضية على حد مثلا من داخل الملعب، اللي هو لجأ للمحاكم القضائية. بيسأل الفيفا وبيقول له دي اللائحة بتاعتي، خد فسرها لي كده، قول لي المفروض انا اعاقب اللاعب ده ولا اعمل معاه ايه بالظبط. انتوا كده بتفضحونا، اللائحة بتاعتكم انتوا بتاع الاتحاد المصري ولجنة الانضباط، اللائحة بتاعتك بتبعت للفيفا تقول له فسر لي ايه اللي جوه اللائحة دي. امال انتوا بتعملوا ايه؟ يعني 5 مستشارين وناس فاهمة في المواضيع دي بتبعتوا للفيفا؟ ايه يا جدعان بقى، ما كفايه كده اقسم بالله. يعني انتوا كده